دمعة على الوسادة. القسم الثالث. عائلة هاني. ذكرت لكم أن هاني تخلت عنه عائلته لتلحقه بمدرسة داخلية، وكان ذلك بسبب زوجة أبيه. وبما أن تأثير الزوجة على الوالد كبير، فإن الأخير لم يتعرف أبدا على ولده منذ أن ألحق بالمدرسة الداخلية حتى اللحظة. وقد أصبح هاني في سنة تخرجه من الجامعة. منزل هاني صغير يعيش فيه الوالد وزوجته. ها هو الوالد يجلس في بهو المنزل يتحسر على هاني ويندم لأنه لم يره منذ أن ألحقه بالمدرسة الداخلية. يقول: يا الله، لقد تركت ولدي، ابني حبيبي، كم أنا حقير. لترد عليه الزوجة قائلة: لم تقول هذا يا أبا هاني؟ بالعكس، هاني الآن مبسوط. أنت لست حقير، أنت أب طيب، لأنك ألحقت ولدك بالمدرسة، وبعدها تخرج من المدرسة ليلتحق بالجامعة. فأين تكون حقارتك؟ قال أبو هاني: يا كفاية، حقارتي بصراحة أنني سمعت كلامك وألحقت ولدي بالمدرسة الداخلية، وأنا أعلم علم اليقين زواريب ودهاليز المدرسة الداخلية، فقد ألحقني بها والدي عندما كنت لا أكاد أصل إلى العاشرة. نعم، كان لدي 9 سنوات. ألحقني والدي بالمدرسة الداخلية وتركني هناك إلى أن كبرت، وقد رأيت العجيب العجب. حاولت كفاية أن تهدئ من روع زوجها، مع أنها تذمرت كثيرا من كلمة ليتني لم أسمع كلامك. فقالت له في عجالة، كأنها قد استدركت بعد نسيان مؤقت وهي تنظر إليه بل تحدق، قالت: ليس هذا بسببي يا أبا هاني، بل أنت الذي كنت تريد ذلك، ولو لم تكن تريد لما سمعت كلامي. أما أن تتهمني بهذا فهذا هو التجني بعينه. ليس التجني بأن تدع ولدك في مدرسة داخلية، إنما التجني في أن تتهمني بأنني أنا السبب. قال الأب: يا الله،
إذا أراد هاني أن يتزوج فكيف يفعل؟ من هو هذا الرجل الذي سوف يطلب له فتاته التي أحب؟ تظاهرت الزوجة بالغباء ونظرت إليه مبتسمة، كأنها بل تريد أن تغير الموضوع. قالت: وهل علمت أن هاني يحب؟ فقال لها الزوج باشمئزاز: أوه يا كفاية، لا ينقصني إلا أنت. بالفعل، على كل حال أنا سأحاول أن أبحث عن بيت الطلبة هذا، فقد علمت أن هاني يسكن في بيت للطلبة. هذا البيت بعيد قليلا عن الجامعة. علمت ذلك من خلال بعض أصدقائه بالصدفة. صادفت توفيق وهو الذي أخبرني. فقالت الزوجة باشمئزاز لا يقل عن اشمئزاز زوجها، قالت: افعل ما بدا لك، أنا لا دخل لي في هذا أبدا، اصطف الذي تريد.